بسم الله نبلش نذوق المندي على طريقة أمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل المندي بطريقة سهلة وبإذن الله وراح تعجبكم وراح تجربونه وراح يتشرفكم أمام ضيوفكم وقدام زوجك وولادك بإذن الله. أول شي راح نجيب الفروج. بالعادة الفروج إذا بدنا نروح الزنخة تبعه يا بالليمون أو بالخل أو بالملح، يعني هاي الأشياء الثلاثة تروح الزنخة عن الفروج. نفرك الفروج بالليمون، هيك يصير الفروج ريحته طيبة، كمان ياخد من ريحة الليمون وكمان خلي يلمع بالليمون. نجيب نتبل الفروج تتبيلة الفروج هاي مشان المندي. أول شي فلفلة حمراء، كزبرة، بودرة ثوم، كاري، عصفر، فلفل أسود وكمون وكزبرة هاي وبودرة بصل. بصراحة أنا ما عندي بودرة بصل، وإذا عندكم الكركم أو اللون الأصفر حطوا مع بعض. نخلط هاي المكونات مع بعضها ونجيب نحط عليها زيت. طبعا احنا لما نعمل المندي نكتر شوي البهارات، لأنه لما البهارات راح ينزل منها على الرز. ناخذ الفخذ الأول نحط عليه التتبيلة، نحطها بشكل زين، وبس نتبل الفروج احنا نخليه بالتتبيلة 4 ساعات إذا أمكن. لما يضل الفروج بالتتبيلة 4 ساعات راح تدخل الطعمة على كل الفروج، يعني حتى توصل لعند العظم. ما تقدرون تخلونه 4 ساعات على الأقل. تبلوا قبل ما تعملون يعني أول شغلة نبلش بالفروج نخليه على الجنب. نعم زيت، يعني شي كاسة زيت، تمام، ما نكثر، كاسة أقل من كاسة. نحط هاي 7 بهارات ضرورية جدا، بس احنا نحطها صحيحة. نحط أول شي قرفة، أو نحط 3-4 حبات من القرنفل، ونحط 4-5 حبات من الهيل، ونحط حبتين نومي. إذا عندكم بهارات صحيحة فلفل أسود نحط، وإذا عندكم كزبرة حب نحط. إذا ما عندكم نحطها يعني مطحونة بهارات. بعد ما حمصناها ياخد من طعمتها وبس استوى الرز نشيلها نكبيها. ساعتين نحط الرز نحمصه شوي مع البصل، خليه شوي تتغير يصير الرز فيه لمعة، حتى لما تجون تطبخونه ما يصير انه ما تلزق الرز على الثانية اكثر من 5 دقائق، يعني 5 دقائق بزيادة. بعد ما حمصنا احنا على الرز الكبسة نحط كاسة وربع. يعني اذا كثرت يصير الرز شوي ما تطلع الحبة شوي طرية، يعني كاسة وربع يعني بزيادة، او حسب الرز اللي عندك، بس يعني كاسة وربع تكفي يعني. إذا مثلا أنت ما تعايرين بالكاسة وربع، مثلا أنا هون حطيته كيلو، تحطين المي فوق الرز سنتي، 2 سنتي 3 سنتي، يعني 2 سنتي بزيادة. تبع المندي القصدير نعمله 2-3 مشان ما تسقط، يعني مثلا إذا حطيتي فروج كثير تسقط على الرز. ننقب بعد ما حطينا القصدير ننقبه بسكين، ونجيب الفروج نحطه نصفه يعني بحيث انه يكفي بالقدرية. بعد ما صفينا، انا هون بصراحة عملته الفحمة. هلا انا بالعادة اعملها بعد ما يستوي يخلص، يعني بصراحة هي نفس الطعمة، بس اذا بعد يصير طعمته يعني طعمة التبخير والهاي أكثر يعني. هلأ نجيب الفحمة، نحط فحمة بالنص من القصدير، يعني نجيب شوي من القصدير نعملها نفس الزبدية، ونحط فيها الجمرتين فحمتين، والفحمتين نحط عليها شوي زيت. بعد ما حطينا الزيت عليها نرجع نغطيها بالقصدير، نحكم إغلاقها، يعني يصير هون الرز طعمته بالمندي ويصير الفروج طعمته بالمندي. بس نجيب بعد ما خلطناها بالخلاط، لما نخلطها بالخلاط او بالمكسر نخلي شوي المزيج، يعني ما هو ناعم لدرجة، واذا تحبونه ناعم صراحة انا افضله ناعم. هون نجيب الثوم، ثوم مقطع، نخليه يتحمص مع الهاي قبل ما انه يوصل مرحلة اللي يصير انه اشقر. نحط عليه ملعقة خاشوقة دبس بندورة، نخليه إلا تصير طعمة
يعني تصير طعمة الثوم بدبس البندورة. بعدين نجيب الخليط الفليفلة والهاي نحطه مع هاي الخلطة ونخليه إلا يسبك، يعني ضالي إلا يصير مثل الصوص. يعني هذا الصوص هم باليمني اسمه الدقوس، بس احنا هون عندنا بسوريا يشبه الصوص الحار أو الشطة، يعني بصراحة طعمته قريبة للشطة. إذا اللي يحبون الكبسة أو المندي بالصوص حيل راح يعجبه. أنا بالنسبة لي أحبه، بس أحب السلطة أو المندي. شوفوا هون الرز شلون، ريحة الرز ما شاء الله حيل طيبة. يعني هنا ابن البراء قام يذوق، عن جد جربوها راح تعجبكم والله، حتى إذا راح تعملونها لأحبابكم يعني أكلة فخامة يعني، وقولاتهم راح يمدحونكم يشكرونكم من طيابتها، عن جد شي فخامة والله. ولا ننسى أول شي وآخر شي نشكر ربنا على هاي النعم اللي الله غيمرنا بيها، ودائما وأبدا لما مثلا تقعدون على الأكل يعني عن جد عودوا أولادكم شكون الأكلة، قد ما تكون الأكلة طيبة ولا مو طيبة يعني الحمد لله على هاي الأكلة. شكون موجود بالأكل؟ الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله. هنا ابن البراء قام يذوق الأكل. بسم الله نبلش نذوق المندي على طريقة أمي.